تالت مرحلة وهي العيش بتاع الفتة. أنا جبت 3 أرغفة كده من العيش وقصيتهم بالمقص كويس قوي وجهزتهم عشان أحمصهم في الفرن. هنا هقول لكم نصيحة مهمة قوي، إن العيش لو استخدمناه من غير ما نحمصه في الفرن هيبقى بايش ومش حلو، وهتحسوا كده إن هو عيش مبلول، يعني مش هتحسوا بأي طعم ليه. فأنا بعمل الحركة دي كويسة جدا، بجيب العيش بتاعي وبحطه في صينية وبضيف عليه معلقة كده صغيرة من الثوم، معلقة صغيرة قوي يعني، ومعلقتين من السمنة، وبقلبهم كويس قوي وادخله ياخد تحميصه في الفرن. وشموا بقى الريحه الحلوه والقوام المقرمش. بجد يا جماعه الحركه دي بتخلي الفته طعمها رهيب. اهو بصوا قلبته كويس ودخلته في الفرن، وبعد كده هنا لما طلعته بصوا بقى مقرمش كده وواخد اللون الذهبي الحلو وريحته ممتازه.